السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبتدي كده حطي اللايك بتاعك، مش هيخسرك اي حاجة، واشترك في القناة لو مش مشتركة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. طبعا اللايك علشان يوصل لناس كتير، مش هيخسرك انتي اي حاجة خالص. هنبتدي كده وهنعمل بسكوت الايس كريم اللي كله بيحبها وما اختلفش عليها اتنين، وهتطلع زي اللي بنجيبها جاهزة بالظبط. طبعا انا جبت الجهاز بقالي شهر كده. آه، عملت عليه تقريبا 4 تجارب أو 5 تجارب، كلها مقادير مختلفة علشان أتواصل لنتيجة اقتصادية وفي نفس الوقت تطلع لي البسكوتة بتاعة الآيس كريم الجاهزة بالظبط. تمام. مش هنحط بقى بيض، مش هنحط بقى ايه، مش هنفصل بياض بيض ونحطه ونرمي بعد كده الصفار ما نعرفش هنعمل بيه ايه ولا اي حاجة من الحاجات دي. اي كوبايه عندك في المطبخ هاتيها وعايري بيها كوبايتين دقيق. تمام. حطي نفس الكوبايه نص كوبايه من السكر، وزي انتي ما شايفه كده ان السكر بياخد رطوبه من الجو، فلازم تدخليه عشان خاطر الكتل اللي بتبقى فيه. والدقيق برضو لازم يتنخل. وحطيت عليها نص كوبايه زيت وبنكون شايلين منها معلقتين كده. تمام. الزيت ما يكونش ايه كتير. وحطينا كمان كوبايه ميه، وهنحتاج نحط ميه تاني بس في الاخر بعد ما نخلط. طبعا الخليط ده كله على الخلاط. ما ننساش نحط معلقتين عسل اسود، وده اهم حاجة. ده اللي بيدي اللون والقرمشة والطعم بتاع الكونو. تمام. معلقتين كده كبار على المقادير اللي انا. لو انت طبعا هتعملي نص المقادير هتحطي معلقة واحدة من العسل تكون مليانة. تمام. في طبعا معلقة نشا دي نسيت اقول لكم عليها. معلقة كبيرة من النشا، وبرده هندخلها في قلب الخلاط. انا كل المقادير دي خدتها على الخلاط عشان اسهل عليا. ممكن تخلطيها على ايدك، ممكن مضرب كهربائي. فانا خدتها على الخلاط على طول علشان تنزل لي الخليط سائل. وكمان حطيت معلقتين من لبن الحليب بتاعنا اللي احنا بنشربه السائل ده عادي، بس لتعزيز الطعم مش اكتر. معلقتين، ما تكتريش عشان خاطر اللبن يعني مش هيكون احسن حاجة في الوصفة. تاني حاجة احنا عايزين وصفة اقتصادية ما تكلفناش اي حاجة. هنحط بقى مية، يعني احنا لما نلاقي الخليط كده معانا تقيل شوية هنحط مية. فاحنا هنزود شوية مية صغيرين، يعني حوالي معلقتين مية بس كده. وده سمك الخليط اللي انا عايزاه، يعني اخف من البانكيك حاجات بسيطة. هقلب الخليط بتاعي كده كويس جدا. يبقى احنا مع المكونات حطيت معلقتين من اللبن، تمام، زي معلقتين الشاي زي معلقتين العسل، معلقتين من اللبن. وحطيت كمان معلقة كبيرة من النشا، ودي اللي هتديها برضو ايه سنة قرمشة او نعومة. دي اللي هتديها النعومة زي ما بنعمل في الكحك كده. طبعا ده الجهاز بتاعي بضمان السيف، انا جايباه من جروب السعودية. تمام. بدأت إن أنا أشغّله وبينوّر معايا لمبتين، واحدة حمرا وواحدة خضرا. طبعًا أنا هاستنى الخضرا دي لمّا تفصل، وبعد كده هابدأ إن أنا أشتغل في الكونو بتاعي. طبعًا بيبقى جاي معاه الأداة ديّة، بتبقى عاملة زي القرطاسة اللي تلِف عليها الكونو. معايا منديل كده وامسح مسحة خفيفة، هو مش هيلزق بس يعني للاحتياط بنمسح بس لأول مرة مسحة خفيفة كده. منديل فيه زيت، منديل يكون نضيف وفيه زيت. وبعد كده أبدأ إن أنا أجيب شوية من الخليط بتاعي. بصوا شايفين الكبشة دي؟ يعني ما تملوهاش، خلوها عادية كده. وابدأوا ان انتوا حطوها على الجهاز في النص كده، وانزلوا بالجهاز. وطبعا الجهاز ده بتحتاجي تضغطي عليه ضغطة كده من فوق اول ما تحطيه، علشان خاطر آه علشان خاطر ان هو الجهاز ده غير الجهاز بتاع الشارع وبتاع المحلات، ما بيبقاش تقيل. فانت لازم تضغطي الضغطة دي علشان ت... تساوي الخليط جوه وتخليه رفيع، سمك رفيع جدا، ويطلع معاكي ناعم، ما يكونش معضم وما يكونش تخين كده. لا، يكون بسكوت خفيفة زي اللي بنجيبها جاهزة. تمام. بصوا زي ما قلت لكم كده، اول بقى يعني اللمبه كده اشتغلت اول ما حطيت بقى الكونو. اللمبه اشتغلت تاني. فانا هستنى لما تطفي الخضره برضو تطفي، وبعد كده اروح برضو فاصله الجهاز، وبدأ ان انا اشيل الكونو بتاعي والفه على الاداة ديت. هفكرك تاني ما تنسيش اللايك علشان الفيديو يعلى، وده مش هيخسرك اي حاجه والله خالص. هابتدي بقى ان انا
أشيل، بس هي بيبقى من الضغطة اللي أنا باضغطها بيبقى فيها تَكّة كده، فباحتاج إن أنا أمسك من تحت ومن فوق. طبعًا هي لونها لسه كده شوية، وبعد كده طفيت عليها تاني، عملت الجهاز تاني قفلته، وبس تاخد لون كده، أنا باحبها تاخد لون علشان تكون شكلها حلو، تاخد لون بس كده بسيط، وبعد كده أروح شايلاها. بُصّوا بقى، هو بيطلع منها أصلًا بخار كده زي بخار مَيّة، فأنا بامسح عادي كده بالمنديل يعني، ما فيش أي مشكلة. بُصّوا خدت لون دهبي كده حلو، فبدأت إن أنا أشيل بقى الكونو بتاعي، وهو على الجهاز كده ما تشيلهوش، لإن أول ما بتشيليه بينشف على طول. بدأت إن أنا ألفّه، طبعًا هو بيبقى سخن وبيحتاج بقى إيه، شوية تركيز كده شوية، ومعلش يعني هتستحملوا. تمام. وبنبدأ نلف القرطاس بتاعنا بالشكل ده، وأبدأ أحطه على الرخامة. بُصّوا هو وقع لوحده، وأصلًا قرمش خلاص يعني، العجينة مش طرية ولا خالص، هي بتبقى طرية على الجهاز، بس أول ما بتشيليها بتكون خلاص هي خدت الهوا بتاع الجو ونشفت. هنبدأ بقى إن إحنا نحط شوية كمان ونقفل الجهاز، ونبدأ بقى نكمّل باقي الكمية ديّة. بُصّوا برضه نفس الضغطة علشان خاطر يطلع معانا رقيّق وحلو كده، لإن الجهاز ما بيضغطش حلو على يعني الجزء اللي فوق ما بيضغطش حلو على الجزء اللي تحت. كل الأجهزة المنزلية بالطريقة دي يعني، مش ده بس. طبعًا غير الجهاز التقيل اللي هو بيبقى في الشارع أو في محلات أو كده، ده بيبقى تقيل، يعني بتضغطي بيه كده ما بتحتاجيش إن أنتِ تحطّي إيدِك. بُصّوا بقى، أنا هاوريكم البسكوتة اللي أنا طلّعتها عاملة إزاي. طبعًا البسكوتة جوّه لسه ما استوِتش. بُصّوا هاكسرها لكم. بُصّوا، كسرت معايا بسهولة ومقرمشة جدًا وبتنشف بسرعة. طبعًا هاسمّعكم صوت القرمشة دي في النهاية خالص، قد إيه البسكوتة دي مقرمشة جدًا. تمام. وناعمة طبعًا تحت بُقِّك يعني في المضغ تلاقيها ناعمة جدًا. فصل، فإحنا هنبتدي بقى إن إحنا نشيل اللي من جوّه ديّة. بُصّوا برضه اللي في النُص ده أنا عايزاه إيه، ياخد لون كده شوية، وبعد كده هاشيلها، وهنعمل برضه إيه، شكل طبق. تمام. ممكن نعمل بيها أي حاجة، ممكن نعمل بيها الشوكولاتة اللي هي الفلوتس، يعني تكون حبّة صغيّرين بقى عن كده، وهيطلع لي دايرة كده صغيّرة أروح لافّاها كده زي السيجار. تمام. وبتبتدي إن أنتِ تحشيها من جوّه و بُصّي دي كمان هالفّها قرطاس، وبعد كده هاعمل معاكم اللي هو الطبق. تمام. أنا كنت هالفّها طبق، وبعدين لقيتها لأ خلاص خدت وضع اللفة بتاعة القرطاس، لو عملتها على الطبق إيه، هتتكسر، مش هتنفع. فبدأت إن أنا أحطها، لإن هي بتنشف زي ما قُلت لكم، بتنشف في سهولة جدًا. يعني أول ما بتشيليها من على الجهاز خلاص القطع الجنب اللي اتشال خلاص نشف على كده. هانضّف بس الجهاز بتاعي كده بمنديل، وبعد كده أروح حاطة تاني. دي بقى هاعملها لكم على طبق أهي. جِبت بقى الكوباية كده وقلبتها، وحطيت، طبعًا هي بتبقى سخنة، فهاجيب منديل كده وأضغط عليها، منديل يكون نضيف، وأروح ضاغطة عليها كده، أدّيها يعني إيه، شكل طبق برضه يتحط فيه آيس كريم. وزي ما قُلت لكم ممكن تعملوا الكونو الصغير، أنا إن شاء الله هاعمله علشان خاطر أحطه فيه التورت بتاعتي، تزويق التورت بتاعتي، الجاتوهات، الكابات، الحاجات اللي زي كده. بنحط فيها الكونو اللي هو الصغير بدل ما نجيبه جاهز، ونحط فيه شوكولاتة خام عادي متسيحة على حمام مائي. المهم يعني ده تفاصيل يعني حاجات تانية. فأنا باقول لكم إن أنتم تقدروا تعملوا منه جميع المقاسات الكونو والأطباق والكلام ده. بُصّوا ده كده كان الفيديو بتاعي، وعملت منه الطبق أهو، عملت طبقين وعملت البسكوت. طبعًا ده مش كلّه، يعني هو بيطلّع حوالي من 20 ل25 واحدة على حسب الحجم الحجم اللي أنتم عاملينه وعاملين بيه إيه. بُصّوا عملت في آخر حبّة كده رُحت عاملاهم صغنّنين شوكولاتة فلوتس. وده كده كان الفيديو بتاعي، لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنوني بقى في صوت القرمشة اللي هتسمعوها.